تعالوا بقى نعمل النهاردة حواوشي بتتبيلة رهيبة. هنعمل النهاردة الحواوشي بتتبيلة حلوة قوي. جبت لكم بقى سر طعمة وحلاوة ولذاذة الحواوشي، حاجة كده حلوة قوي، طعمها خطير جدا. شايفين الحواوشي حلو النهاردة ازاي؟ عملنا النهاردة الحواوشي بطريقة خطيرة وحلوة قوي. اضفنا له توابل كده حلوة قوي، هقول لكم عليها دلوقتي. لكن قبل ما ابدا معاكم وصفتي، لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي عزة وبحبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناه، وكمان تحطوا لايك للفيديو. عملنا الحواوشي كتير مع بعض وكان حلو قوي برضو. النهاردة بقى هنعمله بتتبيلة حلوة قوي. هقول لكم عليها دلوقتي. بتخلي الحواوشي طعمه حلو قوي، يعني مش بيتشبع منه. يعني انا ممكن اعمل الحواوشي مرة واتنين في الاسبوع، علشان التتبيلة الحلوة دي اضافت لي طعم رهيب، خليته كمان احلى من الحواوشي اللي بنشتري من بره والولاد بيحبوه قوي. هنعمل النهاردة الحواوشي بطريقة وهمية. هناكل كده الحواوشي مع شوية الطحينة كده، حاجة كده عسل قوي. الحواوشي النهاردة بجد خطير. يلا تعالوا بسرعة نشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. معايا كده فلفل وبصل وقرن شطة حامي، لو مش عايزاه مش ما تحطيهوش خالص، مش مهم، اختياري. هناخد بقى الحاجات دي ونفرمها في الكبة. بعد كده جبت بقى لحمة مفرومة. وطبعا اللحمة للحواوشي لازم يكون فيها دهون، يعني انتي وانتي بتجيب اللحمة كده لازم اللحمة يكون فيها دهون. وده بقى سر طعامة وحلاوة الحواوشي. خلطة الحواوشي من كنور بجد وهمية. النهاردة بقى الحواوشي كان رهيب. حطيت كده كيس من خلطة الحواوشي من كنور، الكيس اللي انتوا شايفينه ده ممكن ان انت تجيبيه من السوبر ماركت او تجيبيه حتى من عند العطار. بيخلي الحواوشي في حتة تانية خالص. هنبدأ هنا بقى نحط التوابل على اللحمة. بعد ما حطينا خلطة الحواوشي من كنور، هنحط نص معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من البابريكا، حطيت معلقة ونص من الملح. هنا طبعا التوابل على حسب كمية اللحمة. خدنا بقى الخضار بتاعنا علشان نفرمه في الكبة. وبعد ما فرمنا كده الفلفل مع البصل، حطينا بقى على اللحمة بالشكل ده، وهنقلب بقى اللحمة. وبرده مش هنكتفي كده بالتقليب، لازم ان احنا نعجن اللحمة كويس قوي مع البصل والفلفل والتوابل الحلوة بتاعتنا. هنعجن كويس قوي اللحمة لحد كده ما كل التوابل تدخل في اللحمة وتبقى بالشكل ده. بعد ما خلاص عجننا كده عجينة الحواوشي، هنا بقى معانا العيش النهاردة يعني ايه برده. يعني انا اخترت النهارده العيش يكون برده، بيكون طعمه حلو قوي في الحواوشي. برضو اختيارنا النهارده للعيش يكون برده، علشان هيخلي الحواوشي برضو معانا طعمه حلو قوي. هنا معانا العيش وخلاص عملنا عجينة الحواوشي. وهنبدأ هنا نحشي بقى رغيفة العيش كده باللحمة الجميلة بتاعتنا اللي أضفنا لها توابل حلوة قوي. وكان بجد ريحتها قلب الدنيا. يعني بجد النهاردة الحواوشي كانت ريحته خطيرة. حواوشي كده بقى في حتة تانية خالص. انسوا بقى كل الحواوشي اللي عملناه قبل كده، النهاردة الحواوشي بجد خطير. هنا بقى بعد ما خلصنا كل رغيفة الحواوشي كده، جبت صاج الفرن وحطيت فيه بقى شوية سمنة سايحين او حتى زيت المتاح. ورصيت هنا بقى رغيفات الحواوشي او رغيفة الحواوشي بالشكل ده. وبدأت كده اضغط عليها علشان ايه تتفرد كده في صاج الفرن. وتعالوا بقى كلموني عن الحلاوة والطعامة والجمال. شايفين الجمال ده؟ حواوشي خطير بجد. الحواوشي النهاردة حلو قوي. لو جربتوا الطريقة دي او لو جربتوا التوابل دي هتدمنوا الحواوشي، هتعملوا مرة واتنين في الاسبوع. هنا كان معانا الحواوشي بعد ما خرج من الفرن، وكان لسه سخن قوي، بس كان بجد ريحته قلب الدنيا كلها، قلب المنطقة كلها. هنا معانا الحواوشي جاهز بالشكل القمر ده. خلاص خلصنا الحواوشي وما خدش وقت ولا مجهود، والطعم بجد كان حكاية. بصوا شكله حلو قوي، كمان كان طعمه يعني بصوا اكتر من خطير. هنا معانا الحواوشي بالشكل القمر ده. شايفين الجمال؟
حاجة كده تفتح النفس وحاجة كده حلوة قوي. طبعا الحواوشي بره غالي قوي، احنا عملناه بسرعة وما اخدش اي مجهود وكمان مش مكلف. عملنا كمية كويسة كده وكانت بتكفي كده وبتشبعنا. ده كان الحواوشي وده كان الفيديو. لو عجبكم بقى الحواوشي او لو عجبتكم وصفتي، ما تنسوش بقى تتابعوني وتشتركوا في القناة وكمان تحطوا لايك للفيديو.